اهلا بيكم في الحلقه الثانيه من برنامج صاحب الكوره. النهارده هنكلمكم عن اهم الماتشات اللي حصلت في الجوله الاولى من بطوله يورو 2016. المجموعه الاولى بتضم فرنسا ورومانيا البانيا وسويسرا. هنتكلم عن اول ماتش في المجموعه دي وهو ماتش فرنسا ورومانيا. فرنسا نزلت الماتش وهي عندها دافع معنوي كبير جدا بما انها بتلعب البطوله دي على ارضها وفي وسط ملعبها وما بين جمهورها. فرنسا من كتر الضغط اللي كانت عاملاه على رومانيا قدرت ان هي تسجل الجون الاول عن طريق اللاعب جيرو، اللي لعب له الاسيست الرائع هو اللاعب بايه. في الشوط الثاني قدر المنتخب الروماني ان هو يسجل اول هدف ليه وهدف التعادل في الدقائق الاولى. الجون ده بعد ما جه سبب ضغط نفسي كبير جدا على المنتخب الفرنسي اللي حاول طول الشوط الثاني ان هو يحط جون، لكن ما كانش عنده فعاليه هجوميه بشكل كبير لحد الدقيقه 89 لما احرز اللاعب بايه هدف الفوز لمنتخب فرنسا. المنتخب الروماني قدر ان هو يلعب مباراه كويسه جدا في الدفاع ويحجم لعيبه فرنسا. بايه كان اهم واحسن لاعب في المباراه، وهو اللاعب اللي قدر يسجل ويعمل اسيست في مباراه واحده لمنتخب بلاده من بعد تيري هنري لما عملها قصاد التشيك في سنه 2000. بايه كمان هو اول لاعب يقدر يثق فيه الجمهور الفرنسي في الضربات الثابته بعد زين الدين زيدان. تعالوا معانا دلوقتي نشوف طريقه لعب فرنسا كانت بتلعب ازاي في الماتش ده. فرنسا كانت بدأت الماتش ده بخطة 4-3-3، لعبت بثلاثة في خط النص، كانتي وبوجبا وماتودي. كانتي كان بيلعب ديفندر وكان بيقدر ان هو يقطع كور بشكل كبير جدا من منتخب رومانيا، وكان مؤثر جدا بالنسبة لفرنسا. بالنسبة لبوجبا وماتودي كانوا بيلعبوا خط نص مساند وما كانوش قادرين يقوموا بالدور ده بسبب الدفاع القوي لمنتخب رومانيا. فرنسا ضيعت وقت طويل قوي في الماتش ده ان هي تلعب بثلاثه خط نص، كان كفايه قوي اتنين وكان الواحد ده يطلع قدام عشان يساعد فرنسا في الحاله الهجوميه. فرنسا لازم تغير من خطتها لخطه هجوميه اكتر من كده عشان تقدر ان هي تكسب الماتشات الجايه بشكل اسهل من الماتش ده. الماتش الثاني في نفس المجموعه هو ماتش سويسرا والبانيا. سويسرا قدرت ان هي تكسب الماتش في اول لحظات المباراه وسجلت الجون الوحيد ليها عن طريق كره ركنيه. منتخب البانيا بيواجه مشكله كبيره جدا في الكرات الثابته، خسر من البرتغال في التصفيات بكره ركنيه وبرضه خسر من ايطاليا في مباراه وديه عن طريق كره ركنيه. البانيا برغم الجون اللي دخل فيها في اول الماتش لكن قدرت ان هي تضغط على المنتخب السويسري بشكل متقدم وحرمته من بناء اي هجمه بشكل كويس. منتخب البانيا كان بيعتمد على الالتحامات القويه مع المنتخب السويسري، وده ادى لاول انذار لقائد الفريق لوريك، واللي ادى برضه بعديها بشويه للانذار الثاني لقائد الفريق وحرم الفريق الالباني من مجهوداته. المجموعه الثانيه، المجموعه دي بتضم انجلترا وروسيا وويلز وسلوفاكيا. هنتكلم عن اول ماتش هو ماتش انجلترا وروسيا. انجلترا دي المره التاسعه على التوالي اللي ما تقدرش تحقق فيها الفوز في اول ماتش ليها في اليورو. كمان انجلترا حققت الجون الوحيد اللي سجلته في المباراه عن طريق اللاعب داير اللي سجله عن طريق كره ثابته، واللي ما قدرتش انجلترا تسجل اي كره ثابته في بطوله كبرى من ساعه ديفيد بيكهام والجون اللي حطه في ماتش الاكوادور في مونديال 2006. قوه انجلترا كانت بتتمثل في رباعي توتنهام، داني روز، كين، داير، ودينالي، اللي قدروا ان هم يعملوا لانجلترا شكل وروح ومعنى في خط الوسط. كمان لما كان روني بينزل في خط الوسط كان بيدي حيويه كبيره جدا لنص ملعب انجلترا، وبكده كان نص ملعب انجلترا كان هو اقوى خط وسط في الدور الاول. بعد ما المنتخب الانجليزي خرج اللاعب روني رجع المنتخب الروسي مره ثانيه للماتش وقدر ان هو يسرع من رتم المباراه بعد بطء ادام 75 دقيقه. المنتخب الروسي قدر يستغل الفجوه اللي حصلت بعد خروج روني والبطء اللي حصل في اداء انجلترا. سجل المنتخب الروسي هدف التعادل في آخر دقيقة في المباراة. الماتش الثاني من المجموعة الثانية كان ما بين ويلز وسلوفاكيا. منتخب ويلز بدأ الماتش بخطة 3-3-2-2 واعتمد على طرفين هجوم كانوا جاريث بيل وويليامز. اعتمد في بعض أوقات المباراة على جاريث بيل كمهاجم بسبب سرعة اللاعب وضغطه القوي على الكرة،
بالنسبه لمنتخب سلوفاكيا كان بيلعب بخطه لعب 4-3-3 وكان مدي لهمسك حريه اللعب قدام كراس حربه حر ولوحده، وده ظهر في الهجمه الفرديه اللي لعبها همسك وخرجها مدافع ويلز من على خط المرمى. المجموعه الثالثه بتضم المانيا، اوكرانيا، بولندا، ايرلندا الشماليه. هنتكلم عن ماتش المانيا واوكرانيا. المانيا في الماتش ده قدرت ان هي تخطف 3 نقط وتحقق مكسب بنتيجه 2-0 وتتصدر بمجموعتها بفرق جون واحد. المانيا كمان اعتمدت على التصويب من خارج منطقه الجزاء عشان تقدر تفك التكتلات الدفاعيه لمنتخب اوكرانيا. كمان اعتمدت على العرضيات وقدرت ان هي تستغلها بشكل كويس جدا وتحقق منها اول اهداف اللقاء عن طريق اللاعب مصطفي اللي لعب له كوره توني كروس. المانيا بكده يبقى حققت الانتصار رقم 7 عليها في تاريخ لقاءاتها الافتتاحيه في اليورو، وبكده تبقى المانيا ما عندهاش اي خساره في تاريخ لقاءاتها الافتتاحيه، عندها 7 مكسب و5 تعادل. تعالوا معانا دلوقتي نشوف خطه لعب المانيا على الملعب. المانيا بدات بخطه لعب 4-2-3-1 واعتمدت كمان على تقدم الطرفين في حاله الهجوم والضغط المنتخب الالماني. في الوقت ده كان بيرجع توني كروس ورا عشان يغطي مع بواتينج ومصطفي. كمان المانيا زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان هي ما بتلعبش براس حربه صريح وبتلعب باربعه قدام، هم اوزيل وجوتسي ومولر ودراكسلر، وده ادى لعدم استغلال الفرص بشكل مناسب لان اوزيل وجوتسي ما كانوش في حالتهم الطبيعيه. بالنسبه لمنتخب اوكرانيا، منتخب اوكرانيا طول الماتش كان بيعتمد على الهجمات المرتده. كمان المنتخب الاوكراني ما ضغطش في الماتش غير مرتين، اول مره كانت في اخر ربع ساعه في الشوط الاولاني واخر ربع ساعه في الشوط الثاني. في الشوط الاولاني في اخر ربع ساعه كان هيسجل هدف التعادل من خلال كوره مهمه جدا وخطيره اللي قدر يطلعها بواتينج من على خط الجون. في الشوط الثاني المنتخب الالماني رد له نفس الضربه بالظبط من الهجمه المرتده اللي عملها اوزيل لشفاينشتايجر وقدر ان هو يسجل الهدف الثاني ويقضي على المباراه بشكل تام. تاني ماتش هنتكلم عليه من نفس المجموعه هو ماتش بولندا وايرلندا الشماليه. بولندا قدرت ان هي تكسب الماتش بنتيجه 1-0 عن طريق اللاعب المتالق ميليك اللي قدر ان هو يحقق ويخلق جو وترابط كويس جدا ما بينه وما بين ليفاندوفسكي. ميليك عنده 22 سنه وهو اصغر لاعب بولندي يسجل في تاريخ اليورو. كمان قدر ان هو يساهم مع منتخب بلاده في تسجيل 13 هدف، هو لوحده سجل 7 اهداف وصنع 6 اهداف. بالفوز ده تبقى بولندا حققت اول انتصار ليها في تاريخ اليورو بعد خساره 3 مباريات وتعادل 3 مباريات. ايرلندا الشماليه من وجهه نظر النقاد هو اسوا منتخب في اليورو لغايه دلوقتي. ايرلندا الشماليه في الماتش ده ما قدرش ان هو يسدد ولا تسديده خلال ال 90 دقيقه. الحاجه الوحيده اللي قدر ونجح فيها منتخب ايرلندا الشماليه انه يراقب ليفاندوفسكي طول ال 90 دقيقه وحرمه ان هو يسدد تسديده واحده على مرمى ايرلندا الشماليه. المجموعة الرابعة بتضم اسبانيا والتشيك كرواتيا وتركيا. هنتكلم عن اول ماتش في نفس المجموعة هو ماتش اسبانيا والتشيك. اسبانيا كانت عندها مشكلة كبيرة جدا في المباراة دي ان هي كانت بتنقل الكورة بشكل بطيء جدا، استحوذت على الكورة في كل فترات المباراة، كمان كان عندها دقة تمريرات هايلة لكن طبعا بدون اي فعالية على الجون. المنتخب التشيك كان واقف كويس جدا قدام جونه وكان بيقدر يدافع بشكل كويس جدا. اسبانيا قدرت ان هي في الماتش ده تخطف جون عن طريق اللاعب بيكيه اللي اتعمل له اسيست اكتر من رائع عن طريق اللاعب انيستا. انيستا قدم ماتش اكتر من رائع وقدر ان هو يساهم في فوز منتخب بلاده. ماتش اسبانيا والتشيك هو الماتش رقم 100 للاعب دي سيلفا بقميص منتخب اسبانيا. كمان منتخب التشيك ضيع فرصتين كانوا تقريبا هيكسبوه الماتش لكن لولا تألق ديخيا اللي حرمهم من احراز او تسجيل اي هدف في مرمى. تاني ماتش معانا من نفس المجموعه هو ماتش تركيا وكرواتيا. كرواتيا لعبت ماتش يا جماعه كبير جدا وقدرت ان هي تحقق مكسب بنتيجه 1-0 عن طريق اللاعب مودريتش اللي قدر ان هو يحقق الفوز لمنتخب بلاده عن طريق شوطه قويه جدا من خارج منطقه الجزاء. مودريتش وراكيتيتش قدروا ان هم يتحكموا في نص الملعب وقدموا المسانده المطلوبه للجنبين.
كمان تركيا بسبب الضغط اللي كان عليها ابتدى الثلاثي اللي بيلعب ورا راس الحربة ان هو يرجع لنص الملعب عشان يقدر يساند نص الملعب في نقل الكرة لقدام، وده سبب لمنتخب تركيا مشكلة كبيرة جدا في نقل الكرة لقدام، ومبقاش عندهم اي قوة هجومية. المجموعة الخامسة، المجموعة دي كانت بتضم ايطاليا، بلجيكا، ايرلندا، والسويد. هنبدأ بأول ماتش، هو ماتش إيطاليا وبلجيكا. إيطاليا كانت منتشرة انتشار كويس جدا في الماتش، إيطاليا كمان كانت بتعتمد بشكل أساسي على الكرات المرتدة. إيطاليا ادت درس للعالم كله في فرض شخصية البطل، وقدرت إن هي تكسب الفريق المرشح للفوز بالبطولة. المدرب الإيطالي لعب الماتش بشكل كويس جدا، وكان عنده التزام بالخطة، وقدرت اللعيبة إن هي تنفذ الخطة دي. ايطاليا قدرت ان هي تتحكم في مجرى وسير الامور في الماتش، بان هي قدرت تتحكم في مفاتيح اللعب الخاصه بمنتخب بلجيكا المتمثله في دي بروين ولوكاكو وهازارد. لوكاكو في الماتش ده كان وحش جدا وما قدرش ان هو يخلص اي كوره قدام الجون. منتخب بلجيكا محدش يقدر يختلف على امكانياته، بس بعد موسم شاق للاعيبته المنتخب ظهر ان هو مفكك وتعبان جدا. يلا بينا دلوقتي نشوف تكتيك ايطاليا في الملعب هيبقى عامل ازاي. بالنسبه للمنتخب الايطالي قدر ان هو يلاعب منتخب بلجيكا بشكل كويس جدا، فبلجيكا كانت في بعض الاوقات كانت بتلعب ب 4-3-3، لكن ايطاليا كانت بتلعب ب 3-5-2، كانت بتعتمد على الكرات المرتده زي ما قلنا. المدرب الايطالي كان كويس جدا وكان قاري الماتش بشكل كويس جدا، ففي بعض الاحيان كان بيلعب ب 3-5-2 لما تبقى ايطاليا معاها الكوره، لكن ايطاليا لما كانت بتفقد الكوره كان بيرجع ل 5-3-2، وساعات كان بيلعب ب 4-4-2 على حسب الضغط البلجيكي. بلجيكا كانت بتعتمد على نانجولان بسبب تسديداته القويه من خارج منطقه الجزاء، لكن برضه ما قدرش ان هو يحرز اي اهداف بالنسبه للقاء. اعتمدت ايطاليا في طريقه لعبها على الكرات الطويله لقدام، وده اللي ظهر في الجون الاول. الكره اللي لعبها بونوتشي للاعب جاكريني اللي انهاها بشكل رائع جدا في مرمى بلجيكا اتفوقت على المنتخب الايطالي في الشوط الثاني، وضغطت المنتخب الايطالي بشكل كبير جدا، لكن الدفاع الايطالي وبوفون كان ليهم كلمه الفصل، وقدروا ان هم يحافظوا على شباكهم نظيفه. في الوقت ده قرر المنتخب الايطالي بمعاقبه منتخب بلجيكا بكوره مرتده، وسجلوا منها الهدف الثاني وقتلوا الماتش في اخر ثواني للمباراه. الماتش الثاني اللي معانا من نفس المجموعه هو ماتش ايرلندا والسويد. ايرلندا قدرت ان هي تسجل اول اهداف المباراه قبل ما تتعادل السويد عن طريق هدف عكسي للمدافع الخاص بايرلندا. السويد هو اول منتخب قدر ان هو يسجل في بطوله اليورو من غير ما يسدد ولا كوره على المرمى. المجموعه السادسه، المجموعه دي بتضم البرتغال وايسلندا، المجر والنمسا. هنبدأ بأول ماتش من المجموعة دي وهو ماتش البرتغال وأيسلندا. كريستيانو رونالدو في الماتش ده قدر إن هو يوصل لرقم لويس فيجو ب 127 مباراة بقميص المنتخب البرتغالي. البرتغال في الماتش ده قدرت إن هي تستحوذ على مجريات الأمور، وقدرت إن هي تسيطر على الكرة في نص ملعبها. سجلت البرتغال أول أهداف اللقاء، وبعد كده رجع المنتخب الايسلندي للمباراه مره تانية بالضغط الكبير جدا على المنتخب البرتغالي، وقدر ان هو يسجل هدف التعادل. ايسلندا بالرغم من التعادل اللي قدمته لكن استحقت تحيه كبيره جدا من الجمهور. كمان ايسلندا احرجت المنتخب البرتغالي اللي ما قدرش ان هو يفوز على منتخب اول مره يلعب في بطوله اليورو. الماتش الثاني من نفس المجموعه هو ماتش المجر والنمسا. المجر قدرت ان هي تحقق فوز بنتيجه 2-0، وده اول اهداف المجر في بطوله اليورو من سنه 1974. كمان الفوز اللي قدرت ان هي تحققه في الماتش ده هو الفوز الثاني من ساعه يورو 1964. حارس مرمى المنتخب المجري هو اصبح اكبر حارس في تاريخ اليورو بعمر 40 سنه. بكده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا. جمعنا لكم شويه معلومات عن الجوله الاولى ليورو 2016. استنونا المره الجايه ان شاء الله مع الجوله الثانيه. هنستنى ان انتوا تعملوا لنا لايك للبيج بتاعتنا على الفيسبوك، يوتيوب تشانل، ممكن تعملوا لهم سبسكرايب وتعرفوا اهم اخبارنا على تويتر. هنستنى لو لكم اي تعليقات او اي ملاحظات في الكومنت اللي هتكتبوها لنا. استنونا وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام.